يعني انت بقى على كده بتحبني وعايز تتجوزني؟ طبعا بحبك، ومن اجلك اعمل اي حاجه يا ام ليلي. انت الشجر مامي اللي انا بدور عليها من زمان. طب بص بقى، انا جبت لك بنت صديقتي اهي، بنت صغيره من سنك وهتطلع بقى من دماغي. هاي أنا مروة. ولا يفرق لي. نعم. ايوه، انا ما بعتمدش بنات حلوه وصغيره. مش فاهمة. انا لما بشوف بنت حلوه لا مؤاخذه بحس ان انا مديون ب 3 مليون جنيه، شقه وعفش وشبكه وفرح ليله. أوكي براحتك. انا وانتي دونت ميكس، بلوك في الحياه. يعني افهم من كده بقى انك انت عايز تتجوزني عشان اصرف عليك؟ عيب عليكي، انا مفيش مره تصرف عليا. انا هاخد كل فلوسك وتعملي لي توكيل عام وانا اللي اصرف عليك. انا راجل. يعني انت بقى هتصرف عليا من فلوسي؟ انا هفهمك. مش انت في ناس بتدير اعمالك؟ يعني مثلا انت عندك مزرعه، بدل ما تجيبي حد ويسرقك اسرقك انا ويبقى زيتنا في دقيقنا. وانا ايش ضمني بقى انك انت بعد ما تاخد فلوسي مش هتطلقني؟ خدي الضمانات اللي انت عايزاها، انا من ايدك دي لايدك دي، ومن اجلك اعمل كل حاجه. وانت يا ابله صغيره شوف ليك شجر دادي بقى، عشان انا وانت كده هنفقر بعض. هو كل الشباب بيفكروا بالطريقه بتاعتك دي؟ طبعا، هدف كل شاب دلوقتي الشجر مامي، كانه سافر بره وتوظف وحوش واستثمر فلوسه. انت طموح كل شاب.